السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني بقالي فترة كبيرة طبعا غايبة عنكم. ربنا يفرح قلوبكم كده ويكبر بخاطركم. بجد بجد فرحانة ان انا موجودة معاكم، وان شاء الله يا ربي اوفي كده وطلباتكم وابقى قدها. ربنا يكبر بخاطركم جميعا، ويسترها معاكم ويحفظكم يا رب من كل شر وكل سوء. النهارده بقى هنبتدي حلقتنا وكده. طبعا احنا بقى لسه صاحيين اهو كده. بفرجكم بقى الشمس وجمالها. هنا بقى الغسيل ده احنا لسه ناشرينه من شوية طبعا. هنا بقى كان في ناس جايين من السوق اهو. طبعا احنا يعتبر جنبنا السوق بحاجة بسيطة. عمالة بقى افرجكم كده. ده بقى الشارع بتاعنا، شايفين ما شاء الله الحتة لسه هادية على الصبح بدري. دخلنا بقى علشان كده نجهز الفطار. هنا بقى انا عملت قشرت بطاطس وقطعتها وشطفتها واحمرها ان شاء الله، وهنشوف هنحضر لهم فطار ايه. هنا بقى بعد ما حطيتها في الزيت طبعا نشلتها، يعني شلتها. وبعدين بعت ابني ربنا يحفظه يا رب ويحفظ اولادكم جميعا، جاب لي عجينه طعميه. زي ما انتوا شايفين بقى ليها معاك اهو، ما شاء الله لونها ذهبي وجميل. هنا بقى كنا خلصنا فطارنا الحلو بقى كده. بيض مقلي في السمنه وفول اهو. وبالطحينه والطعميه الذهبي الجميله والبطاطس المحمره الذهبي. وهنا بقى بيض مسلوق معايا طبعا، لان في ناس ما بتاكلش البيض المقلي. وكده. انا بقى عماله مركزه لكم كده على الطعميه، لان انا من عشاق الطعميه طبعا. ما فيش حد بيكره الطعميه في مصر كلها. كل المصريين بيحبوا الطعميه، حتى دول بره والدول العربيه كله بيحب الطعميه. انا بقى جايبه الفراخ دي لسه امبارح وكده. حبيت ان اوريها لكم. انا مش جايبه عدد كبير، يعني انا قلت هجيب كميه كده على قد ان شاء الله. يا دوبك طبعا. يعني تكفينا في رمضان باذن الله. هنا بقى حاطه لهم لمبه اهي عشان تدفيهم، لانهم هم لسه صغيرين. طبعا هم لسه مش واخدين على المكان قد كده ولا واخدين علينا. هنا مع اني والله يا جماعه كنت لسه منضفه العشه، بس هم بهدلوها بقى وكده. طبعا حطيت لهم اكل وميه ونزلت، قلت اما اشوف بقى هعمل ايه. هنا بقى كنت بحضر الاكل. هنا عدس كنت نقعاه، ان شاء الله اعمل لهم شوربه عدس النهارده، وبطاطس وبصل وطماطم وجزر مقطعاهم. دي طبعا مقادير الشوربه. انا طبعا كنت سلقت الحاجات دي كلها، العدس بالجزر بالبصل بالطماطم بالبطاطس. حطيتهم على العدس وعليهم ميه. وبعدين حطيت عليهم معلقه فلفل اسمر ومعلقه ملح صغيره، وضربتهم في الخلاط بعد ما اتسلقوا معايا. هنا بقى كنت بحمر لهم شعريه، شايفين الشعريه لونها ذهبي ازاي. هنا بقى بعد ما حمرت الشعريه نزلت عليها بالعدس اللي انا ضرباه في الخلاط. هنا بقى بقلب معاكم الشعريه حلو، لان عشان ما تلزقش في الحله وكده. هبتدي بقى ان انا اغطيها وغرفها معاكم. هنا بقى كان الاكل خلاص قرب يخلص معايا اهو، وغرفنا الاكل. اتفضلوا معانا حبايبي، ما شاء الله كان اكل بجد بجد جميل. بحبكم في الله، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك. بحبكم في الله. واكتبوا لي في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.